حمزة بن دلاج من التوب 10 هاكرز في العالم. في سنة 1988 اتولد حمزة في الجزائر، وكان من أسرة بسيطة جدا، واتخرج في 2008 من هندسة كمبيوتر من جامعة باب زوار، واشتغل في مجال الايثيكال هاكينج واحترف فيه جدا، واكتشف ثغرة موجودة في أكتر من 200 بنك أوروبي، اخترقهم كلهم، وأقل بنك كان بيطلع له منه من 10 ل 20 مليون دولار، واتعرف باسم BX1، وقدر يجمع أكتر من 3 مليار دولار، وكان بيتبرع بالفلوس دي في جماعات خيريه في فلسطين والجزائر وكل افريقيا تقريبا، وكان عامل حساب بنك في تايلاند محول عليه 20 مليون دولار، والحساب ده كان متراقب، وقفل اكتر من 8000 موقع للصهاينه والغرب، والاف بي اي فضلت تدور عليه 3 سنين. اتقبض عليه في سنه 2013 وهو خارج من مطار تايلاند بسبب انه سحب مبلغ من الحساب المتراقب. اتعرض عليه من الصهاينه الحريه او اي فلوس يطلبها في المقابل انه يشتغل معاه، بس هو رفض وقال لهم انا عندي اتسجن عمري كله ولا ان اشتغل معاكم يوم واحد، ولما رفض اتحكم عليه بالسجن 15 سنة.